السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة شيماء حسين بيوتي. النهاردة بقى ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم قوي، و يعني نفسي اتكلم فيه من زمان. احنا اتكلمنا فيه قبل كده على فكرة مرة، بس المرة دي يعني هتكلم بتعمق اكتر حقيقي، ويعني ايه، وهاخد كده جرعة شجاعة اكبر عشان اتكلم. لان تملي الحاجات اللي هي ليها علاقة بالعلاقات او التعاملات بيننا وبين بعض تملي بيبقى فيها نوعا ما جدال شوية، وبيبقى فيها اختلاف في وجهات النظر كتير. فاللي هو يعني ما بحبش اثير الجدل، فاهميني؟ لكن بيبقى فيه حاجات اللي هي بتزقك ان انت تتكلمي فعلا في الموضوع ده، وان الموضوع يعني ملف معين لازم يتفتح ونتكلم فيه بقى بكل صراحة بقى حقيقي. المرة دي يعني هحاول بقدر الامكان ان انا ايه يعني ما اجملش في الكلام قوي، ونخش في الموضوع على طول عشان مطولش عليكم. طبعا مشروبنا الجميل يعني بقى اعملي حاجات بتحبيها، شاي، قهوة، ايا كان، المهم ان احنا ايه نشرب مع بعض حاجة كده. خلاص، مش عارفة كوباية الشاي مش ظاهرة ليه، لا تظهر كده معانا وتلعلع عشان ايه تتحمسوا كده تقوموا تعملوا حاجة تشربوها وتسمعوني كده ايه في روقان. النهاردة هنتكلم عن بيت العيلة. هو حقيقي حقيقي فعلا هو ملف لازم يتفتح بصراحة. بيوت العيلة في مصر، آم، يعني وفي الوطن العربي، عشان اكون برضو صريحة معاكم، لان طبعا حبايبي اللي بيبعتولي على الخاص والحاجات اللي بنشوفها قصاد عينينا هي بصراحة مش في مصر بس، هو يعني الوطن العربي كله وتقريبا العالم برضو، يعني بلاد كتير من العالم. موضوع اهل الزوج وتدخلهم ده يعني عامل قلق. تمام. ف... فهنقعد بقى مع بعض النهاردة ونتكلم ونشوف ازاي بقى نظبط امورنا، وازاي نخلي المفروض ان العلاقات الاجتماعية والتواصل بينا ده يكون سبب رحمة، يعني وسبب حاجة حلوة، ونسند بعض ونكون في الكتف بعض وفي ظهر بعض، ما نبقاش عبء ولود على بعض، ونبقى سبب في تعاسة بعض بمعنى اصح. فروحوا يلا بقى اعملوا حاجة تشربوها وتعالوا بقى، عشان ايه انا هشرب الشاي وبعدين نكمل الفيديو سوا. بصوا بقى، يعني انا من خلال هعمل لكم احصائيه كده بتاعتي انا، خاصه بيا انا، حسب الحاجات اللي بتتبعت لي والمشاكل اللي بتجيلي. يعني مثلا لو هنقسمهم 25% من الناس عايشين مبسوطين جدا وفي بيوت عيلة مثالية جدا، والدنيا حلوة وناس محترمين مع بعضهم، وبيت العيلة يعني مفرحهم مش مزعلهم، مش بيتمنوا ان هم يمشوا منه. ده حوالي 25%. و25% التانيين لا، هم مش لو نفسهم يمشوا منه، ده هم نفسهم يمشوا من الدنيا كلها بسبب اللي حصل لهم في بيت العيلة، والمآسي اللي بتحصل لهم، والمشاكل النفسية اللي جات لهم، وبيتهم اتخرب بسبب بيت العيلة، وولادهم اتدمروا كده. يعني عارفين اللي هو يعني عارفين لما حد يطفي السجاير في قفا حد، هو يعني بيت العيلة بيبقى كده بالظبط، اللي هو يعني عذاب أليم بالنسبة لمثلا 25% اللي بيبعتولي. ال50% التانيين بقى اللي هو الدنيا ماشية، يعني ولا هم عايشين حياة مثالية زي ال25 الأولانيين، ولا برضو حياة اللي هي دمار شامل زي ال25 التانيين. لا، الدنيا ماشية وكده، بس اللي هو ايه بقى، اللي هو منغصات بقى، منغصات وانقار بقى، واللي هو انت نازله ما عديتيش، وانت طالعه معرفش ايه، وغسيلك نقط على معرفش مين، وسلفتك عزمتني على فرح اختها، لكن انت كده يعني عارفين اللي هي مشاكل رخمه وغلسه، وتعكر عليكي مزاجك وتعكر عليكي اليوم، ومش الطف حاجه، بس برضو اللي هي يعني ايه الدنيا ماشيه. ف يعني دول ممكن الدنيا تعدي معاهم، والناس اللطيفة دي الحمد لله ربنا يديم عليهم النعمة. لكن بالنسبة لل25% اللي بقولكوا بقى عليهم، اللي هم ايه بيطفوا السجاير في قفاهم دول، يعني دول فعلا لأ، يعني دول لازم يا جماعة، يعني مش عارفة اقول ايه، بس هو لازم يتبصلهم بعين الاعتبار. لازم نقول للبنت اللي عايشة في بيت زي ده، واللي هي وصلت لمرحلة وحشة من حماتها واخوات جوزها وأذية فوق ما هي تتحمل، واللي هي عندها بتوصل لمرحلة ان هي تطلب الطلاق
لان هي خلاص وصلت للمرحله ان هي فعلا فعلا مش قادره تعيش مع الناس دي. لا، الناس دي لازم نبص عليهم وما نقول لهمش انتوا يعني ما نديهمش مسكنات. يعني ما نقول لهمش ان يلا يا جماعه طبطبوا على بعض وقوموا بوسوا بعض واحضنوا بعض ويلا الحياه تكمل وعادي. وننسى ان ممكن واحده من الناس دي ممكن تعمل في نفسها حاجه او تعمل في الناس اللي عايشه معاهم دول حاجه من كتر الظلم والقهر. ويعني الواحد بيسمع عن حاجات، يعني مثلا من الحاجات البشعه اللي ممكن تسمعوها ان مثلا حما تيجي قدام مرات ابنها وتبتدي تقول لابنها ان هي يعني تحكي له على جمال ستات تانية مثلا كانوا في حنة، كانوا في عزال، كانوا في اي تجمع المفروض ان هو نسائي. تخيلوا ان في حد حكالي ان هي الام بتيجي قدام ابنها وبتحكي له ده فلانة دي جسمها مش عارف عامل ازاي ودي شكلها، يعني سوري يعني انا اسفة، بس هل انتي كأم وكجدة وكست محترمة يعني ازاي؟ يعني هي تحترمك بعد كده ازاي وانتي وصلتي يعني بنفسك للأسف؟ يعني الواحد طبعا بيحاول نقي الفاظه لان برضو احنا بنتكلم عن ناس يعني فوق راسنا، طبعا ناس كبار في السن وكل حاجة، بس ما ينفعش. يعني هو فعلا الكبير كبير بعقله بتصرفاته، مش مجرد ان عشان انتي كبيرة في السن وانتي حماتها فانتي بتملكي عليها سلطة اللي هو انتي تعملي اي حاجة مباحة ليكي. لا طبعا، ده بالعكس، ده ان انت حما وانت كبيره ده يحملك مسؤوليه اكبر ان انت تحترمي نفسك اكتر من اي حد. فتخيلوا لما حما تعمل كده تكره الواحد، يعني عايزه تغيظها وعايزه تغيظ مرات ابنها، فتبتدي توصف لابنها وابنها ساكت وممكن يكون مستحلي الكلام او مش عايز يزعل مامته او كده. فتخيلوا ان توصل لكده اللي هي عايزه تنكد عليها باي شكل من الاشكال، فتقعد بقى توصف يعني في وصف مش مثلا دي كانت جميله ولا كانت اموره ولا كانت نظيفه، لا ده بتوصف حاجات ما ينفعش اصلا، حرام شرعا ان هي توصف ست بالاوصاف دي قدام رجل اجنبي عنها وتتكلم كده. اللي هو مثلا لا ما تاكليش معانا وتحط لها الاكل في المطبخ وتقعد على في الارض تاكل. انا عارفه ان ناس كتير ممكن ما تبقاش مستوعبه ان في نماذج زي كده موجوده، لا موجوده. النموذج اللي احنا شفناه كلنا واللي هو يعني شويه تعاطفه مع الست وشويه تعاطفه مع البنت، والحكايه اللي كانت ترند الايام اللي فاتت دي. آه، انا مش حابه اتكلم عن اشخاص بعينهم لان الله اعلم بظروف كل الناس، بس النموذج ده هو حياه مشابهه كتيره جدا لناس كتير في الارياف. هو في ولد بيتجوز مش عشان يعني هيستقل بحياته واللي هو خلاص انا جوزت ابني فخلاص انا جوزته، يعني انا مستغنية عنه بقى، مش مستغنية عنه للابد يعني، بس اللي هو يعني خلاص هو هيبقى انا جوزته. ده معناها ان هو يبقى ليه حياة مستقلة هو ومراته وولاده، ظروفهم المادية يعيشوها على قد ما يقدروا، يكيفوا نفسهم، يظبطوا امورهم، ياخدوا قراراتهم بنفسهم. لكن في بعض الناس في الارياف وفي المدينه عادي، بس اللي هم بيبقوا عايشين باتيتيود الارياف اللي هم مش قادرين يتخلوا عن الفكره دي. ما اقصدش المكان، انا اقصد العقليه. يعني في ناس في الارياف وبتبقى عقليتها لا ناس متعلمه وناس متحضره، مش شرط متعلمه اللي هو تعليم يعني شهادات، لا في ناس بتبقى متعلمة كده عندها يعني عندها وعي، مخها مفتح. لكن في ناس بتبقى لا هي حتى لو هي متعلمة ومعاهم شهادات قد كده وكده وممكن يكونوا عايشين في مدينة متحضرة جدا، بس هو العقلية عقلية عقلية مش متحضرة بمعنى أصح. فاللي هو بيبقى ايه السيناريو، بيبقى ايه، بيبقى الولد ده بيتجوز عشان يبعت الفلوس لأمه، امه هي اللي تدي لمراته وهي اللي تصرف وتجهز بقى اخواته وتظبط امورها كلها ولما البنت تحب تعيش حياة مستقلة فهيبقى الرد انت عايزة تعزلي ولا ايه، اكنها سبة. يعني لما الواحدة تقول ان انا مثلا انا حابة اقعد في شقتي دي عايزة تعزل، دي عايزة تخطفه مننا، دي عايزة تقطعه من اهله. يعني ايه العلاقة؟ ايه العلاقة بان الواحد يتجوز يعني يعيش؟ هو في الاسلام المفروض ان العيشة تبقى كده اصلا. بيت العيلة اللي هو بيبقى بزراميط ده اللي هو بيبقى الدنيا معكوكة في بعضها ده،
ده مش من يعني انا في حاجات بتتحكي لي والله حرفيا ممكن يعني مش قادره اوصف تشيب فعلا، اللي هو ان السلايف يبقوا قاعدين مع بعضيهم، والاخوات الاخوات يبقوا قاعدين مع بعضيهم، وسلفة ده قدام ده سلفة دي قدام ده عادي، وسلفة دي قدام ده عادي. يعني الدنيا بزراميط بمعنى الكلمة. يعني مؤخرا كان في واحدة بتحكي لي ان هما مضطرين ان هما يعيشوا كلهم في بيت الحما تحت. تمام. بيصحوا من النوم هو محرم عليهم شقتهم دي، يعني اللي هي لو اتأخرت في شقتها مثلا ساعتين 3، ما انت قاعدة في شقتك، اكن ده حاجة مثلا ايه، ما تنفعش. رغم ان هو ده المفروض ان ده شرعا او ده في الاصل ان هو يبقى فيه استقلالية في المعيشة، ان شاء الله لو اوضة، بس الناس ما تبقاش بزراميط على بعضها كده. فبتقول لي ان انا مثلا واحده ببقى نازله عند حماتي بجلابيه بكم وبطرحه، وببقى قاعده متأيده عشان سلايفي الصبيان او الرجاله تحت. سلفتي التانية لا، بتبقى نازله ببيدل وبيجامات وبرموده وحاجات ضيقه وحاجات ماسكه وحاجات مفتوحه. وانا زوجي بحس ان هو بيتفتن. ف وحماتها عامله ودن من طين ودن من عجين ولا اكنها شايفه حاجه. فده اصلا ده منهي عنه جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحموا الموت، يعني اخو الزوج يعني متحذر منه اكتر من اي حد. في ناس لما تيجي تقول لها الكلام تقول يا لهوي هي بتقول ايه ازاي يعني. اعرف واحده بتقول يعني قالت لحماتها معلش انا مش بحب اجي كتير وكده عشان اخوات زوجي الولاد بيبقوا موجودين، وفي حديث كذا كذا. فهم برضو عملوا البنت دي مشكلة، وبيقولوا قالوا لجوزها دي بتقول ان اخواتك الصبيان بيبصوا عليها، يعني بصوا هم بيلفوا الدنيا ازاي، عشان اللي هو يعني لا ما ينفعش انتي تقولي كده. فلا، هو الواحدة ما بتبقاش جايبة الكلام ده من عندها، هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا، وعارف ايه زلتنا، وعارف ايه نقط ضعفنا، وعارف ايه اللي يمنع وقوع الكوارث اللي احنا بنشوفها بعد كده. فهو بيت العيلة لو اتعمل بضوابط كويسة واتحط يعني اتحط فيه النقط على الحروف، هيبقى أجمل ما يكون وهيبقى أروع ما يكون، وهيبقى الدنيا يعني حلوة لما كل واحد يعرف دوره ايه في البيت، ويعرف حدوده ايه، ويعرف ايه اللي مطلوب منه، وابقى عارف ده ملزم بايه وده مش ملزم بايه، وسوري يعني ما بقاش بجح. يعني في احيانا بتبقى مثلا اخت الجوز وهي واحده ملهاش اي سلطه على مرات اخوها، يعني حتى ولا سلطه مثلا. يعني لو الحما، رغم ان الحما المفروض ان هو شرعا هي ملهاش سلطه، هو من ناحيه الادب والمروءه والاخلاق العاليه ان لازم الواحده تحترم حماتها، ما تقلش ادبها عليها لو هي فعلا محتاجه لها، وهي عارفه ومدركه ان هي يعني في العادي المفروض تسأل عليها وكده، ولو محتاجة لها حتى لو الواحدة مضغوطة شوية المفروض تيجي على نفسها عشان خاطرها، اللي هو ايه في حدود العادي طالما هي ما بتأذيهاش نفسيا. لكن لو هي مثلا واحدة حماتها محتاجة لها، بس هي منين ما تروح بتتعرض لأذية نفسية وبتتعرض لمشاكل وبتتعرض لضغوطات جامدة جدا جدا، فيبقى ساعتها لا، ابنها وولادها هما اللي يعني يتكفلوا بيها. فناهيكوا بقى عن موضوع الحمادة، ساعات بتبقى يعني اخت الجوز مثلا وهي واحده ممكن تكون من سنها او اصغر منها كمان، فتبتدي تفرض عليها ان انت لا لازم تعامليني باحترام بشكل معين وتسمعي كلام. ليه؟ يعني ليه؟ معلش انا عايزه اي اخت جوز بتسمعني يعني ليه؟ يعني او ايه، مين اللي حط في دماغك المعلومه دي؟ ما هو ده اللي بيعمل خلل، وهو ده اللي بيعمل مشاكل، وهو ده اللي بيخلي بعد كده اخوكي مثلا ينفر منك، لان انت بتطلبي اللي هو ما لا يطاق، او اللي هو مش المفروض اصلا هو يطلب. يعني مين اللي حط القواعد دي اساسا؟ فلما البيت العيله بيبقى بالمنظر ده، بيبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيبقى في يعني في غليان كده، وفي توتر، وفي عدم سكينه وعدم راحه بال. مبقاش الواحده عايزه يعني عارفه تفكر في تربي ولادها ازاي، تقدم لهم ايه، تذاكر لهم ايه، تشوف بيتها، تهتم بجوزها. مبقاش بالها هي عايشه في مشاكل وفي صراعات وسلام. يا سلام بقى لو في سلايف بقى اللي هو نظام بقى الكيد والحركات يعني بيبقى جو عايز دماغ بقى رايقه، يعني عايز دماغ ناس فاضيه
عشان الواحدة تعرف تعيش في الجو المكهرب ده، هي محتاجة بقى واحدة دماغها فاضية للت والعجن وللقوالة والعوادة. طب ليه؟ يعني ليه تبقى بيت من بيوت المسلمين المفروض ان هو يكون بيت، يعني تكون الام فيه حريصة على ان هي تعلم ولادها حاجات معينة، توديهم يحفظوا قرآن، هي نفسها تطور من نفسها، تهتم بجوزها، تهتم بنظافة بيتها. ليه يبقى بدل ما عقلها مسحوب في الحاجات دي، يبقى عقلها مسحوب في الحاجات اللي كلها طاقة سلبية، وكلها يعني كلها حاجة مش مفيدة، هري ولهو. هو لهو حديث وغيبة ونميمة ومؤامرات وحاجات. فليه؟ فلا يعني لو احنا هنأصل لبيت عيلة سليم ومحترم، هيبقى إضافة، هيبقى حاجة مريحة، وهيبقى حاجة فعلا اللي هو ان انا مثلا رايحة مشوار، فممكن اسيب ولادي مع حماتي عقبال ما ارجع. حماتي محتاجاني رايحة للدكتور، فهتاخدني معاها اروح معاها المشوار. يبقى الدنيا حلوة ولطيفة، انا عملت حاجة حلوة دوقتها لهم، هم عملوا حاجة، جمعونا مثلا كل يوم مثلا في الاسبوع احنا كلنا كده ندوق من ايد حماتي، ونقوم نغسل لها المواعين، وهي مش عارفة تعمل لنا وصفة ايه واحنا نعمل وصفة ايه. ويبقى الدنيا الولاد ينشأوا كده في بيئة حلوة، يبقوا متربيين في وسط جدهم وجدتهم وعمامهم وعماتهم، ويبقى مفيش ضغينة. يعني هو طول ما مفيش ضغينة ومفيش ان الواحد يطلب حاجة غير حقه، الدنيا هتبقى تمام. لكن المشكلة كلها ان اصل دلوقتي انت لما تيجي تقول للزوجة انت المفروض انت ونازلة، يعني كانت حد قريب بيحكي لي ان مشكلتها كلها هي بتشتغل ونازله على شغلها، وبتودي مثلا واخده في ايديها ولادها موديهم الحضانه، ومش عارفه هتعدي تعمل ايه، وقامت الصبح تعمل لهم سندوتشات، وسوت الشقه قبل ما تنزل، ونازله في عز ده كله حماتها مثلا تتخانق معاها لما ترجع: انت ما عديتيش عليا الصبح وقلتي لي مثلا صباح الخير. طب معلش، ما هو ربنا عرفوه بالعقل سبحانه وتعالى، يعني مش للدرجه دي. يعني لما الدنيا تكون حلوة كده ونعدي لبعضينا، انا عارفة ان في امهات على راسي من فوق بيسمعوني، فاللي هو يعني نسهل الدنيا على بعض، عشان فعلا انت لان هو سبحان الله الانسان تملي بيميل للي ايه، يعني للي بيحبه فعلا وللي بينفعه فعلا. زي يعني في مثل كده بيقول العين بتبكي عن نافع، وفي حديث اللي هو خير يعني احب الناس الى الله سبحانه وتعالى انفعهم للناس. فهو سبحان الله انت لما تكوني فعلا قلبك على مرات ابنك حقيقي، يعني بتتعاملي معاها بما يرضي الله اكنها بنتك فعلا، مش اللي هو يعني مش اللي هو هتتبنيها، يعني ما مش يعني عشان في ناس بتحب الكلام بالمعنى الحرفي قوي، لا مش اللي هو هتتبنيها، بس هتتقي ربنا فيها على الاقل. هتلاقيها هي سبحان الله مش هتستحمل فيك الهوى. ما احنا بنشوف برضو قصاد عينينا ناس كتير جدا ممكن يعني تعيط بالدموع على حماتها اكتر ما تعيط على يعني على حد قريب منها جدا، وما تستحملش فيها حاجة، لان هي شافت حنية، فالحنية هيبقى مردودها حنية الا من رحم ربي طبعا. يعني انا مش بوجه الكلام ده ان هو الحما واخت الجوز بس، لا مرات الابن برضو، لان في لو مرات الابن هي بتفتعل مشاكل وهي سوري يعني حربوقة كده في نفسها، واللي هي بتاعت بقى حوارات ونقل كلام والحاجات دي كلها، ما هو ده برضو يعني هو نفس الكلام اللي بينطبق على دول نفس الكلام اللي بينطبق على دي. هي لو حد العلاقات اللي هي التوكسيك دي الواحد ما بيقدرش يكمل فيها ايا كان هو دوره ايه. فهي لو الواحدة يعني اهل الزوج كويسين ومرات الابن برضو كويسة، بتبقى العيشة بسلام، وبيبقى سبحان الله الراجل هو اللي بيبقى مرتاح ومستفيد. لكن تملي الراجل يعني ومشكلة الراجل المصري ان هو يعني الام عنده دي خط احمر، تمام. فاللي هو انتي كأم بتبقي ضغطتي على ابنك ضغطة، يعني ابنك اللي انتي بقى نفسك تفرحيه وتسعديه وتعبتي في عمرك كله عشان تشوفيه مبسوط، انتي بتدمريه نفسيا، انتي بتعصريه عصر كده بينك وبين مراته. هو مثلا لو شايف مراته دي ست بنت حلال وكويسة، وانتي بتتلككي عشان تنكدي عليهم، ما ملهاش. انا يا جماعة والله في يعني حموات والله العظيم بيبقوا ما شاء الله صحتهم كويسة جدا، وبيبقوا فعلا فعلا بيعملوا كل حاجة لنفسهم، مجرد ما ابنهم يتجوز بحسوا بقى ان العيا راكبهم. في ايه يا جماعه؟ اصل مرات ابني ما جاتليش، اصل ما مسحتليش، انا مسحت لوحدي. طب ما انت طول عمرك انت كنت من اسبوع بالظبط بتمسحي لوحدك، فجأة دلوقتي خلاص تعبتي.
طب ما انت ما تتمرضيش عشان ما تمرضيش فعلا. يعني انت دلوقتي واحده ربنا عز وجل سبحانه وتعالى مديك الصحه والعافيه، اللهم لك الحمد. ليه بقى؟ ليه يعني؟ ليه بقى اللي هو لا لازم؟ مش لازم اصلا، مش واجب على مرات ابنك اصلا انها تعملك كده. اسالي اي حد كده، عشان برضو الدنيا يعني دعوه الحما في السما ودعوه الام في الكم، وكلام يعني غريب الشكل ما تعرفوش بيجيبوه منين. ما يا جماعه والله العظيم على عيننا وعلى راسنا، بس يعني هو لما الحاجه بتتاصل لها غلط المردود بتاعها بيبقى غلط. بيبقى المردود بتاعها ايه؟ عك بقى. يعني لو احنا مشينا بمبادئ ديننا كل حاجة بتبقى ماشية معانا سالكة وجميلة والدنيا بتبقى حلوة. عكينا احنا واخترعنا احنا حاجات جديدة بقى بعيدة عن الدين بتاعنا، بنشرب بقى اللي ما حدش شربه، لان هو احنا بنخترع حاجة جديدة فعلا. يعني ازاي انا ابقى واحدة مثلا حما والمفروض ان صحتي كويسة وتمام التمام وقادرة اعمل حاجتي لنفسي وعندي ولاد صبيان، وفجأة ابني مثلا الكبير يتجوز، فاللي هو احكم عليه ان هو يجيب مراته تيجي تمسح وانا قاعده؟ ما هي الست اللي جت تمسح دي اولا قعدت تمسح وتشمر وتعمل، وولادك الصبيان قاعدين تمام. فده اول فساد حصلان. تاني حاجه هي هتروح مهدوده ومتكسحه ومتكسره، مش هتقدر على اي طلبات في بيتها وعلى طلبات ابنك. فابنك هيبتدي يتخنق يعني فاهمين يعني الموضوع مش موضوع موقف وخلاص، لا هو بيحصل. هو ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مقسم الدنيا صح، فبيبقى اللي هو فعلا الحاجة يعني خدمة الحما او الحاجات دي كلها لما بتبقى عن قدرة بتبقى حاجة جميلة. وهي لما الحما بتبقى كويسة بتلاقي سبحان الله هي مرات ابنها فعلا لو قادرة هتديها عينيها من غير ما ابنها حتى يطلب منها. لكن لما يبقى بقى نظام بقى جبر وامر وانت ما عديتيش وانت ما عرفش ايه، وانا شفتك رحتي لمامتك وما جيتيليش، والجو ده لمجرد ان هي تحكمات، ومجرد ان هي يعني ان انا حامه بقى. فانا يعني انا ما صدقت بقى ان انا يبقى ليا سلطه في الحياه ويبقى ليا دور، فانا بقى يعني ايه هبقى متسلطه؟ لا، انت اول واحده هتتعبي، وانت اول واحده ضغطك هيعلى وهتتضايقي وهتحسي ان انت محدش مقدرك. لكن لما تكون انت يعني في حموات كتير الواحد بيشوفها اللي هو عندها سلام داخلي ان هو لا انا ابني ده جوزته، يعني جوزته يعني خلاص بقى عليه حياته المستقله. يجي هو ومرات ابني يقعدوا معانا شويه، ابني ان شاء الله لو عدى عليا كل يوم، مرات ابني تجيلي مثلا كل اسبوع، كل حاجه الدنيا تبقى ايه يعني حلوه كده، تكون راقيه. يعني لما الناس بتكون راقية بيبقى التعامل فيه رقي، فانت بترتاحي، العيلة كلها بترتاح. الولاد اللي بيبقوا طالعين دول بيطلعوا ما بيبقوش كارهين عماتهم وكارهين قرايب باباهم، حاسين ان مامتهم مرتاحة، حاسين ان مامتهم واخدة وضعها واخدة برستيجها، عندهم وقت لحاجات كتير جدا يعملوها في حياتهم. لكن التدخلات اللي بدون لازمة والتسلط لمجرد التسلط، واللي هو لا انت تبعت لي انا الفلوس وانا اللي ادي لمراتك، ومراتك جابت كذا ليه وانت ازاي يعني. في واحدة جت واحد يعني هي ساكنة في بيت عيلة، فجابت حد يساعدها في البيت تمام. هي واحدة ظروفها الجسدية ما تقدرش على شغل البيت، وجوزها ربنا يعني يوسع عليه وجاب لها حد يساعدها. فالست اللي بتساعدها دي نفضت ومسحت معرفش ايه، اخوات جوزها طلعوا اتخانقوا معاها خناقه اللي هي بتقولي فرجوا عليا الشارع. انت ازاي انت ليه انت شايفه نفسك؟ طب انتوا مالكم؟ يعني ده بقى اللي الواحد بيتكلم فيه، اللي هو يعني في ايه يا جماعه؟ في ايه بجد؟ انتوا مالكم بجد؟ انتوا مالكم؟ هو واحده جوزها جايب لها حد يساعدها، انتوا مالكم؟ ف فلا يعني فاللي هو وضع ما بيبقاش لطيف. فلما يبقى في وضع مش لطيف، احنا بقى كأطراف محايدة شايفين ان في وضع مش لطيف حصلان مع حد، بلاش بقى نظام الايه الطبطبة اللي هو يعني نعمل كده اكن ما فيش حاجة، نطفي النار ظاهريا وهي بتغلي من جوه. لا، نحل الموضوع من جذور، نقول كلمة حق، نقول كلمة حق لله. تملي بيبقى يعني بنسبة مثلا انا اقول ايه، يعني بنسبة 90% مثلا بيبقى مفيش كلمة حق من الأطراف المحايدة. لا يا بنتي ده حماتك في مقام أمك، قومي بصي على راسها، معرفش ده حماتي ظالمة، لا عادي مش مشكلة، قومي بصي على راسها.
كده. لكن ما فيش حد حتى لو هما ناس كبار اللي هم المفروض ان هما يعني في سن حماتها، اللي هو يعني مش قلة ادب ابدا ان هما يعني يقولوا لحماتها كلمة حق ان انت لا اتقي ربنا فيها وهي مش واجب عليها. لا، محدش بيقدر يعمل كده، بيجوا تملي على الايه، على الحد الضعيف. فاللي هو انت بقى لو انت مالكيش حد يجيب حقك، انت بقى ايه، خليكي شاطرة وظبطي امورك، اتعاملي بما يرضي الله مع الناس اللي انت عايشه معاهم. بس في نفس الوقت يعني ايه، ما تعمليش حاجه مش المفروض ان هي تتعمل. يعني مثلا حماتك قالت لك، انت قلت لها جوزي جاي مثلا من الشغل وانا محتاجه اطلع اخد شاور وانا خلصت لك اللي وراكي، وحكمت عليكي لا ما تطلعيش، ويجي يشوفك مبهدله كده وانت مش محترمه عشان عايزه تطلعي تتزوقي قبل ما هو يجي، لا نفضلها واطلعي. فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو الحاجات اللي هم ملهمش حق ان هم يطلبوها منك، ولا اكنك سامعه حاجه، وبالادب وبالذوق. وبرده ما تحاوليش ان انت تحطي نفسك في ايه، يعني يعني في كفه قدام جوزك. يعني ما تقوليلوش انا في كفه واهلك في كفه، لا، ما اوعي تطلبي منه ان هو مثلا يزعق لمامته. يعني لا، ما نوصلش للمرحله دي. تطلبيش منه ان هو ياخد لك حقك منهم، لا، انت خدي حقك، سلكي نفسك انت منك ليهم، وملكيش دعوه بيه هو خالص. هو طالما شايفك انت بتتعاملي بما يرضي الله وما بتدخليهوش في مشاكل وما بتوجعيلوش دماغه، هما ما يجوا يشتكوا منه، هو من غير ما انت تتكلمي، هو لما يجي يحكي لك ايه اللي حصل قولي له والله ده هما على راسي من فوق وانا ما اقدرش على ازعلهم، بس انا كنت تعبانه وخلصت لها اللي هي عايزاه مثلا، او ان انا كنت اليوم ده مش قادره عشان كان عندي في شقتي واحد اتنين تلاته عايزه اعمله وكذا كذا وبس. لكن ما تقولوش بقى روح زعق لها وانت سكت وانت شفت مراتك بتتهزق وساكت، لا، انت منك ليهم، انت ظبطي امورك معاهم. لكن هو مش يعني عشان ما الدنيا برضو ما تتعكش اكتر. لان انا بقولك الايه الخلاصه، اللي هو فعلا لو اتدخل هتبقى حاجه من اتنين، لا اما هتخليه يخسر اهله للابد، ودي حاجه طبعا مش محبوبه، وانت نفسك مش هتبقي مبسوطه لو وصل للمرحله دي. وفي نفس الوقت هو ممكن اصلا ما يعملش كده ويبقى حفظ مش فهم ويبتدي يتخانق معاك انت وخلاص. واخر حاجه بس عايزه اتكلم فيها، ويا ريت يعني لو انتوا تعرفوا ناس نظامهم في العيشه كده تبعتوا لهم الفيديو، ان بجد المشاكل في الفترة الأخرانية، كان قبل كده بيجيلي مشاكل اللي هي اللي هي مثلا زي ما احنا بنسمع على طول، اللي هو حماتي زعلانة ان انا مش بنزل اخدمها وانا مش قادرة، واللي هو المصاريف، وبتزعل لما جوزي بيديني يجيب لي هدية او بيديني مصاريف زيادة. الكلام ده يعني ده بقى، يعني بقى ليفل غير الليفل اللي بقى يجي دلوقتي، اللي هي المشاكل اللي ليها علاقة بالعك اللي حصلان زي ما حكيت لكم. اللي هو لا، انت كحما شفتي سلفة من السلايف بتلبس لبس مبتذل قدام ولادك، لا، امنعيها من حاجة زي كده، لان ده مردوده على البيت غلط. حتى لو هي ست وحيدة، وحتى ولادك التانيين مش متجوزين او حاجة، وانت مش خايفة ان في سلفة تانية تغير منها او حاجة، لا، ده غلط. ان انت تتريقي على سلفتك في شكل، على سوري مرات ابنك في شكلها وجسمها، وان هي لا مش حلوة، وانت المفروض ده غلط. انت بتخربي بيت، ويعني ما فيش حد بيفرح لخربان البيوت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد الشيطان. فانت كده بتعملي حاجة بتفرح الشيطان. فلو سمحتوا يعني الستات المحترمات الكبار، ولو حتى اللي بيسمعني انت مامتك بتعمل كده، انت مامتك حما وبتعمل كده، حاولي توعيها بما يرضي الله. اللي هو الوضع ده مش حلو، يعني الوضع كده داخل في مستوى و ومنحدر، يعني احنا في غنى عنه. الموضوع ده كان نفسي اتكلم فيه من زمان، لان بجد كمية الحاجات اللي بتتحكي لي اللي مأثرة على البيوت فعلا فعلا لا، بشعة. فيعني المشاكل زي ما قلت لكم الاولانيه كان مقدور عليها، لكن دلوقتي الموضوع واصل لمرحله مش حلوه. فربنا يحفظ لنا بيوتنا جميعا ويجعلنا كده نعيش على مراد الله سبحانه وتعالى. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.